النهارده هنعمل كيكه من اسهل وافيد الكيكات اللي ممكن تعمليها. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الذره او البسيسه، كيكه سهله جدا وفعلا مفيده جدا. قبل ما ابدا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا على طول. اول حاجه هقول لكم على نوع الدقيق اللي انا استخدمته، اسمه سنبله الفرات، وده نوع ممتاز جدا. ودلوقتي يلا بينا نقول المقادير على طول. حطيت كوبايتين من دقيق الذره، وحطيت كوبايه من الدقيق الابيض. بعد كده هحط كيس بيكنج باودر ظرف او 16 جرام بيكنج باودر. انا حطيت كيك شيف. ودلوقتي هديهم كده تقليبه مع بعضه بحيث ان كله يتجانس مع بعضه. ودلوقتي هحضر البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. انا حطيت 3 بيضات وحطيت رشه فانيليا، لو عندك بيضتين بس مفيش مشكله خالص. هضربه كويس جدا لغايه ما يبقى لونه فاتح زي الفيديو بالظبط. حطيت كوبايه سكر وضربته كويس، وحطيت كوبايه لبن دافي، وده عشان لو في اي سكر ما ضربش كويس اللبن الدافي هيظبط كل ده. حطيت كوبايه زيت وهديلهم ضربه كده، وبعد كده هبتدي انخل الدقيق شويه بشويه لغايه ما اخلص كميه الدقيق اللي عندي كلها. طبعا يعني على الهادي جدا وبالراحه. في المرحله دي انا لازم قبل ما اشتغل لازم اكون مولعه الفرن، ولعته على درجه حراره 200. حطيت الكيكه اخر رف خالص. اول 10 دقايق بحطه على 200، بعد كده بخليه على 180. اخدت معايا في الفرن بالظبط 45 دقيقة وكانت جاهزة. وبس كده، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.